السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي ومتتبعي جريدة هبة بريس. مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من سان بيدرو. ومعنا واحد الصديق اللي تلاقينا معه هنا بالصدفة، اللي جا من مكناس باش يوزع الأقمصة ديال المنتخب الوطني المغربي. تبارك الله عليه، يعني هذه المبادرة يعني اللي دار. السلام عليكم بعدا. السلام عليكم. مرحبا بك في البث المباشر على هبة بريس. الله يبارك فيك خويا. خويا جيت من فرنسا. هذا الفول اللي جيت فيه من تولوز، درت تولوز طنجي، طنجي كازا ابيجان. ودابا حنا في سان بيدرو، جينا باش نشجعوا الفريق الوطني ديالنا ان شاء الله باش يتاهلنا للادوار القادمه، ونتمنى ونتمناو من الله تعالى هذا العام ان شاء الله تكون الكوب ديالنا. خويا شنو اللي خلاك اولا دير هذه المبادره ديال انك تجيب هاد الاقمصه باش تفرقوا هنايا؟ خويا حنا حب الوطن وحب المنتخب، وحنا راه المغرب ديالنا راه في الدم كيسري في العرق ديالنا. راه هذا الشيء راه غير شي حاجه بسيطه، ونتمناو ان شاء الله تكون مبادرات كثار من هذا الشيء ان شاء الله. الا تاهلوا للادوار القادمه ان شاء الله نقدروا نديروا شي حاجه اكثر من هذا الشيء ان شاء الله. يعني كاين مبادرات ان شاء الله كاين مبادرات اللي غيكونوا ان شاء الله في الادوار القادمه. الا تاهل للربوع ان شاء الله نقدر نجيب ان شاء الله عاوتاني التذاكر للمتفرجين ومسائل ان شاء الله. هذا الشيء كله بحب الفريق الوطني المغربي. هو بالنسبه اليوم كيفاش جاتكم التصريحات ديال تابعتوا التصريحات ديال المدرب المنتخب الوطني غياب بوفال؟ التصريح ديال الناخب الوطني اش غنقول لك يا اخي، احنا الحمد لله ما يخلعناش التصريح ديال وليد الركراكي بان الغياب ديال بوفال لاعب كبير كنعرفوه تبارك الله، ولكن عندنا واحد لو بونتوش الحمد لله، وعندنا الخلف. كاين لاعبين اللي يقدروا يلعبوا في المكان اللي كيلعب فيه بوفال، ونتمناو من الله يكون زياش حاضر ويكون الفريق الوطني في كامل الجاهزيه ديالو. وان شاء الله راه كاين المستوى، وكاين اش غنقول لكم، كاين فريق وطني بمعنى الكلمه، لان كيلعب على القميص، ما كيلعبش على شي حاجه اخرى. وان شاء الله هذا العام غتكون غيكون لا كوب ان شاء الله. كونوا حاضرين للتشجيع بطبيعه الحال. حنا جينا لسان بيدرو، جينا باش نساعدوا ونساندوا الفريق الوطني في هذه المقابله. وان شاء الله غير يسالي هذه المقابله تاهلنا ان شاء الله للربع ان شاء الله، نطلعوا عاوتاني لابيجان ان شاء الله. من ابيجان نشوفوا فين غادي يلعب الفريق الوطني المقابله ديال الربع، وحنا معاهم ان شاء الله الى النهايه، الى الفوز بلقب ان شاء الله، ونجيبوه معنا للمغرب ونهديه لجميع المغاربه، والى محمد السادس ان شاء الله اللي كيساعد الرياضه المغربيه وبالفضل ديالو وبالتوجيهات ديالو الساميه. المغرب ان شاء الله قادم على تنظيم كأس إفريقيا 2025، وحنا مرشحين إن شاء الله عاوتاني لتنظيم كأس العالم 2030. وجميع المغاربة راهم واقفين يدا بيد ماديا معنويا باش إن شاء الله المغرب يزيد للقدام في جميع المجالات الرياضية وجميع المجالات الأخرى إن شاء الله. واش الأجواء جاتكم هنا الحرارة؟ خويا أنا عاد جيت البارح بصراحة لسان بيدرو في الليل. الحرارة كاينة، ولكني اش غنقول لك، حنا نتغلبوا على جميع العواقب وجميع التحديات، الحراره، رطوبه، باش نساعدوا الفريق الوطني. وماشي غير واحد الاخ تا هو من وجده، هو جا معنا امين، غيساعدنا ان شاء الله باش نديستريبيو هذا لي توني على الشعب الايفواري. والشعب الايفواري تا هو الحمد لله راه شعب والله العظيم داروا لنا واحد الاستقبال في المطار، لا بالامن ديالهم لا بكل شيء، بالناس ديالهم. شعب طيب وكيبغي المغاربه، وصراحه شعبنا طيب باش نقول لكم والله العظيم الا تفاجئنا بالاستقبال ديالو. الاخ الوجدي الحضور ديالك مع الصديق خويا احنا كمغاربه، انا ما كنت نعرفه هو ما يعرفني، مي كمغاربه تلاقينا رحنا كاع خوت من تلاقينا في المغرب. هذا راه ماشي بلادنا، بلاد اخرى، بصح كي تلاقينا راه كل شيء خوت هنايا. كمغربي ما كيهمش كل مدينه وبلاصتها، كيهم اننا مغاربه، دم واحد يد وحده تجمعنا، كل شيء داكشي كيجي سبونطاني بلا زعما شي حاجه. ولا المغاربه راه كل شيء خوت.
معايا حتى الابن ديالي نوفل هو جات هو باش يساعدني في هذه المهمه ديال ان شاء الله التوليه ديال توزيع الاقمه ديال الفريق الوطني على الشعب الايفواري وعلى جميع المشجعين ديال المنتخب المغربي، منهم المغاربه ومنهم الجاليات الاخرى. ديما مغرب وعيش الملك. نوفل الابن ديالي هذا عايش في اوروبا في فرنسا، وجا معايا حتى هو المغرب راه في الدم ديالو كيسري، جا باش يساعد معايا وباش يتفرج في المنتخب المغربي ان شاء الله. والمنتخب المغربي راه عنده حتى هو في الدم، وكاملين المغاربه عندنا المنتخب الوطني في الدم ديالنا. كما تابعتوا معنا هذا البث المباشر، غادي نحاولوا اننا ننهيو هذا البث المباشر. شكرا على تشبعكم والى لقاء الى مباشر جديد.